انا معين وبعمل ايه؟ هات ورقه وقلم والوان وانا احكي لك قصه حياتي. دي كانت الحلقه اللي فاتت من اميره من الاميرات. فلو عايز تشوف الحلقه وتعرف مين الاميره دي هتلاقي لينك الحلقه في البايو. فيلا بينا نبتدي حلقتنا الجديده لانها فعلا مختلفه عن كل الحلقات اللي فاتت. فيلا جاهزين هاتوا ورقه وقلم ويلا بينا. الحلقه دي مختلفه ليه؟ لان دي شخصيه كرتونيه مميزة جدا وليها ذكريات كتيرة قوي. وكانت في فترة قريبة جدا كانت ترند جدا على التيك توك، وكانت ناس كتيرة قوي بترسمها. قولولي بقى بالمرة مين مش متابعني على التيك توك؟ يلا روحوا تابعوني على التيك توك وقولولي ايه رأيكم في الفيديوهات اللي انا بنزلها هناك. خمنوا معايا يا ترى مين الشخصية اللي انا قررت ارسمها المرة دي، وهي مش اميرة من الاميرات ولكن هي كانت ترند من فترة قريبة قوي، وهي اصلا كرتون قديم قوي وكل الناس كانت بتتفرج عليه، وهي قصة ليليو وستيتش. طيب انا المرة دي قررت ان انا هرسم ستيتش بس، وليليو هعمل لها فيديو لوحده. قبل ما نبتدي حدوتتنا الحلوة عايزة اقول لكم كم حاجة انا عملتها وانا برسم. اول حاجة رسمت شكل دايرة او ديكورة، بعد كده عملت ودان ستيتش وكأنها شكل حرف الر. عشان تسهلوا على نفسكم حاولوا تشبهوا الحاجات بأشكال هندسية أقرب حاجات للحروف للأرقام علشان تسهلوا على نفسكم في الرسم والموضوع يبقى سهل عليكم. بعد كده أنا بعمل كده ودان التانية. يا ترى جاهزين نحكي قصة ستيتش؟ جاهزين؟ طب يلا بينا نبتدي. أول حاجة ستيتش أصلا هو اخترعه عالم شرير وكان مسميه 626، لكن العالم الشرير ده تم القبض عليه. فقرروا ان هم يتخلصوا من ستيتش على كوكب خامد مفهوش اي نوع من انواع الحركة علشان ما يأذيش حد. ولكن ستيتش كان ذكي جدا فهرب على سفينة فضائية رايح على كوكب الارض. يا ترى ستيتش راح فين؟ راح جزيرة هواوي اللي فيها مين؟ ليليو. طيب التشابه في القصة أو تشابه قصة ستيتش وليليو. ليليو كانت شخصية مش اجتماعية، ما بتعرفش تتعامل مع الناس ومش أي حد بيفهمها. فإيه اللي حصل؟ فهي كانت لوحدها دايما، مفيش حد بيحبها. وكمان على من ساعة ما باباها ومامتها ماتوا في الحادثة وهي ملهاش حد غير أختها. فكانت ليلة ما ستيتش اتحدف على كوكب الأرض كانت بتدعي إن هي يبقى عندها صديق وفي يحبها ويبقى حنين عليها وهي كمان تبقى حنين عليه. فالقدر اللي حصل فيه ستيتش راح كوكب الأرض. فستيتش تصرفاته كلها مش صح، كلها عشوائية، كلها فيها شر وأذية وفيها تدمير لكل حاجة حواليه. هو مش متعود ان هو يحترم اي حاجة حواليه، مش ما بيحترمش اي قواعد او اي حاجة، ان هو ضد القواعد اصلا وضد النظام. الاتنين محتاجين بعض، القدر جمعهم ببعض لسبب ان كل واحد فيهم حاجة ناقصة، وهي هتكمل بوجود ستيتش في حياة ليليو، وليليو حياتها تكتمل بوجود مين؟ ستيتش. الفكرة ان ستيتش مخترع علشان يأذي ويدمر. فكرة انك انت تروض حد صعب انك تروضه لدرجة انه هو يبقى كويس وفيه خير، موضوع صعب جدا. فليليو برغم عيوبها، برغم ان مش اي حد بيفهمها وتعرف تتعامل، قدرت انها تتعامل مع ستيتش وتروضه، برغم ان هو دمر لها حاجات كتيرة جدا وخسرها حاجات كتيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان في مرة من المرات ستيتش يعني كان سبب ان البيت اللي هي عايشة فيه هي واختها انه يتحرق. وكانت هي اختها اصلا واخدة وصية ان هي تعيش معاها. فلكن لما عرف ان حد من قرايبها عرف ان البيت اتحرق، فمعنى كده ان اختها الكبيرة مش حمل المسؤولية. فقرروا انهم يجي ياخدوا ليليو، وسبب في كل اللخبطة مين؟ هو ستيتش. ان هو فكرة انك بتعيد برمجته بطريقة غير مباشرة ان هو يبقى خير، وهو اصلا هو مخترع للشر ودماغه كلها فيها تدمير. فالموضوع كان صعب جدا للترويض. عايزة اقول لكم على حاجة في الاخر الفيديو، حاجة مهمة بجد قوي قوي قوي، درس المستفاد من قصة ليليو وستيتش. دلوقتي احنا رسمنا خلاص تقريبا الجسم كله، هي كده ما فاضلش غير الشعر اللي احنا عملناه دلوقتي حاليا والتاتشات الاخيره. اخر حاجه هنعملها في الرسمه ان هو اوريدي كان ليليو عايش في جزيره وفيها شجر وفيها خضره كتير جدا، فقررت ان انا ارسم حواليه ورق شجر والونه.
هسيبكم كده شوية وارجع لكم كمان شوية واحنا بنحدد. يا جماعة جت مرحلة التحديد، دي اكتر مراحل اللي انا بحبها جدا جدا جدا، ويجي بعدها التلوين. بحس بجد بعد ما بحدد ان الرسمة مش محتاجة اي الوان، هي عايزة ان انا اخلصها على كده بس. فيا ترى مين زيي بيحب انه يحدد بس من غير ما يلون؟ ولكن انا بحب الاتنين جدا، يعني ببقى مستمتعة وانا بحدد وعايزة الرسمة تفضل على كده، بس اول ما بلون بحس ان انا مبسوطة والرسمة بقت تظهر وبقت احلى. يا ترى مين بيحس نفس الاحساس ده؟ دلوقتي احنا حددنا او بنحدد الوش كله، وبنحدد كل الحاجات علشان يطلع مظبوط واقرب حاجة للحقيقة. حاليا دلوقتي انا بلون، ودي المرحله اللي انا بحبها قوي 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 بعد التحديد. بحس قد ايه تعبي بيظهر، وقد ايه الالوان جميله قوي. المره دي انا مش هدخل الوان في بعض، وهدخل الوان اساسيه نفس لون ستيتش هلونه بيها. مش هحط الوان كتير، مش هحط درجات كتيره من الالوان، هحط الالوان الاساسيه بتاعت ستيتش. ولكن في ورق الشجر هدخل فيه كل الالوان اللي انتوا عاوزينها. فنخلص ستيتش بعد كده ندخل على ورق الشجر.
مرحلة التلوين من المراحل اللي بحبها قوي بعد التحديد. هنا عشان اعمل ورقة الشجر الونها، حطيت اول حاجة درجة من درجات اللبني زي ما انتوا شايفين كده، حطيت لبني فوق ولبني تحت او درجة ازرق. انا كل ده ملون بنفس الدرجة. بعد كده دخلت درجة الموف زي ما انتوا شايفين كده. طب هتقولولي طب ليه دخلتي موف؟ كأنه لون انعكاس من ستيتش نفسه على ورقة الشجر. حتى الازرق نفس الكلام، هو انعكاس درجة ستيتش نفسه، كأنه ايه عشان اعمل تناغم. انا ما حطيتش الوان كتيره في ستيتش، ما حطيتش اصلا، ما خلطتش الوان على بعض، ولكن انا خلطت الوان على ورقه الشجر كأن يعني انعكاس ده كأن انعكاس ستيتش على ورقة الشجر، فهيبقى فيه، عشان كده حطيت درجة لبني او ازرق ودرجة موف. هفكركم ما تنسوش تعملوا شير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتستفيد زي ما انتوا استفدتوا. اوعوا تنسوا متنسوش تكتبوا لي كومنتات وتقولوا لي رأيكم في الحلقة عجبتكم ولا لأ. ولو ليكم اي كومنت او نفسكم تتعلموا اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. الدرس المستفيد من قصة ليلي وستيتش هي دروس كثيرة جدا. اول حاجة، دافع عن فكرتك، دافع عن اي حاجة انت بتعملها واصر عليها انها تتحسن للافضل مهما كان النتائج في الاول مش احسن حاجة. دي حاجة. تاني حاجة، مش لازم الصحاب يبقوا شبه بعض في كل حاجة، بيعملوا كل حاجة زي بعض. احيانا بيبقى الشخص الكويس بيصاحب حد ممكن يكون عنده في حاجات كتيرة مش حلوة، مش كل الناس بتحبها، ولكن ممكن يكون هو سبب في تغيير شخصيته للأحسن. فدايما عندي جملة: الصاحب ساحب. الصاحب لو كويس هيشدك لكل حاجة حلوة، هيعلمك حاجات كتيرة، هيفيدك، مش هيبخل عليك. يا رب يكون الحلقة عجبتكم، استفدتوا حاجة جديدة وتعلمتوا وعرفتوا قصة ستيتش. اشوفكم في قصة جديدة وحكاية جديدة من أميرة من الأميرات. مع ماين. باي باي.